رسالة بنهاية الحلقة للعنصر الشباب، وماذا بعد ترام كهربائي؟ ماذا بعد هذا الابتكار؟ يعني أنا بعرف إنه اليوم الشباب اللبناني في بعض منهم يمكن فئة كبيرة محبطة، ما عندها بقى أمل، فئة كبيرة مهاجرة وفي فئة مهاجرة. نحن بدنا يعني نرجع هالمهاجرين اللبنانيين اللي غادروا واللي نجحوا برات للبنان انه يجوا كمان يعملوا استثمارات ونعمل شغل. بالنهاية هذا وطننا، هذا لبنان، نحن ما فينا نطلع منه. قد ما تغربنا وقد ما سافرنا ما رجعنا لبنان، فلازم نحن نشتغل على بناء دولة قوية مرتبة محترمة تحترم المواطن وتحترم الإنسان، ويكون كلياتنا متعاونين مع دولتنا ومع حكومتنا، يعني حتى نوصل لبر الأمان ونكون كلياتنا عايشين متساويين بهذه البلد، لأنه هذه البلد هي المرجع الأساسي لأننا مهما تغربنا ومهما قعدنا. يسلم تمك. شكرا لحضرتك أستاذ هشام. أولا وأخيرا حضرتك ابتكاراتك هي فخر للبنان وللعالم العربي ككل. ثانك يو لك. وأكيد شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا. بتشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول أيضا لصالون شيك اللي قدم لي اليوم تصفيف الشعر لصاحبه مصفف الشعر أنور حسن لعنوان عنب الطريق العام. وهلأ بودعكم على أمل اللقاء الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج ضيف مع سحر، معي أنا سحر الغريب. ما بقى عم نستخدمها بحياتك. هلا البلديات قصتهم شوي كبيره. كثير اسئله بعد ما طرحناها. صح. ضيف مع سحر، لقاء أسبوعي مع ضيوف ومواضيع متعددة بأغلب المجالات الحياتية. ضيف مع سحر، إعداد وتقديم سحر الغريب، كل 3 الساعة 12 الظهر عبر صوت الحرية.